كيما تشوف ملعب كيما هذاك افري ستاد دو فوتبول ما فيهش. اولا نحب هذه الملاعب اللي ما فيهاش لا بيست داتليتيزم، يعني ما فيهاش مضمار العاب القوى، وبالتالي الجمهور قريب. سي ان فري ستاد دو فوتبول. ملعب بهذه المواصفات وبهذه المعايير اللي تتوافق مع دفتر الشروط اللي ماشي توضعوا الاتحاد الافريقي، وانما اللي توضعوا دفتر الشروط اللي توضعوا الفيفا، ملاعب بمعايير عالميه. وكما قلت لك انه لما ترافقها رضوان اراده سياسيه، كانك في ولايه في انجلترا، سورتو في انجلترا اللي البوبليك قريب للملعب. وايضا لما تشوف الارضيه تشوف يعني الملعب من الخارج تشعر بانك داخل الى ملعب تاع كره القدم. خلاص هذيك الملاعب 20 اوت، ملعب عمر حمادي، ملعب الزيوي، ملعب القبه، يعني ملاعب صغيره، ملعب حتى في مختلف بوعقل، ملاعب اكل عليها الدهر وشرب. الان من المفروض مثل هذه الملاعب هي اللي نشطوا فيها كره القدم، حتى حبينا نطوروا هذه اللعبه. بالفعل لما تكون اراده سياسيه حاضره في هذا النوع من المبادرات، وخاصة الاهتمام اليوم بالجانب القاعدي اللي هي منشآت اللي تتمثل في ملاعب كرة قدم، وبالإضافة إلى أمور أخرى من خلال منشآت فندقية، من خلال طرق والمواصلات. كل هذه الأمور تساهم وتساعدك على تنظيم أحداث كروية وأحداث رياضية عالمية بعيدا حتى عن كرة القدم، لأنه اليوم فيه هناك يعني تنويع. أنا ريان أوفيل مختلف الملاعب، تشوف غرفة تغيير الملابس، تشوف قاعة تقوية العضلات، تشوف قاعة المحاضرات. أول مرة تحس يعني تطور ملحوظ من حيث هذه الأمور. تكون أمور إيجابية نقول، تكون أمور سلبية لا، أمور إيجابية. لعب الأمير مولاي الحسن، وأنت أيضا كنت قد زرت هذا الملعب مرارا وتكرارا. الصورة بألف كلمة كما يقال، تغيير شتان ما بين الماضي والحاضر. دعني أولا أن ربما هذا الحدث يحتاج لقراءات متنوعة. من هذه القراءات أنه يعطينا إشارة طيبة على أن منهجية الاشتغال على البناء وعلى التحديث في المغرب اختلفت. أعطيك مثال، ملعب فاس دشن في 1992 ولم يفتتح إلا سنة 2007، يعني 15 سنة من أجل أن يبنى هذا الملعب. الآن نرى استراتيجية أخرى في عمل التعامل مع البنية التحتية الرياضية مبنية على توقيت وعلى مواعيد محددة، وبالتالي ملعب يبنى بهذا الشكل في ظرف سنتين وشهرين أو 14 شهور أعتقد بدأ إنجاز يحسب 25 شهر تقريبا تماما، يحسب الأيادي العاملة، ويحسب أيضا للفاعل الحكومي، ويحسب أيضا للشركات التي أخذت على عاتقها هذا الأمر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن أعتقد يأتي في مسلسل من البنية التحتية التي عرفتها المغرب. يجب أن نعرف بأنه 15 مايو 2004 كانت إشارة من الملك محمد السادس شفاه الله وعافاه عندما أرسل برقية مباشرة إلى الوزير الأول دريجتو في باماكو، واخبروا بانه المغرب سيستمر في بناء ملاعبه قبل انه سيحتضن كاس العالم 2010، وذلك غدات خساره المغرب لاحتضان كاس العالم 2010. وانطلقت تلك المنحة التحتية، وبالتالي وجدنا ما بين 2007 و 2013 4 ملاعب يعرفها المغرب. لا نوفيل جينيراسيون كما سميت حينها. الان عندما نرى هذا الملعب اعتقد ان هذا الملعب هو أيقونة الملاعب العالمية ليس فقط القارية. على المستوى القاري صحيح أن هناك ملاعب هناك أكبر، هناك البنك الوطني الأول بجنوب أفريقيا 94، ملعب مصر بالمدينة الإدارية، ملعب مصر جديد في المدينة الإدارية ب 94 تقريبا سيدشن قريبا. لكن الملعب له خاصية كبيرة، وأنه من الجيل الأخير، وربما فيه أشياء ربما لا توجد حتى في ملاعب أوروبا. شخصيا زرت ملاعب قطر كلها خلال كأس العالم، أعتقد هذا الملعب ربما هو أيقونة الملاعب الإفريقية، وأيضا سينافس أكبر الملاعب في أوروبا. إذا هذا الملعب هو بداية انطلاق المغرب في ورش كأس العالم 2030. بعد كأس أفريقيا سينطلق عمل آخر على مستوى باقي الملاعب، وبالتأكيد هذه البداية، وسنرى ملاعب أخرى ربما في نفس المستوى. أنا لا أريد أن أقول حلم جميل والله، لأنه اللحظة مليئة بالمشاعر. أقول أنه واقع معاش فيه صور لمغرب الغد، فيه صور لملك همام أراد لبلده أن تتموقع بين الكبار، وأدخلها عبر بوابة مجموعة من الأمور، واليوم وصلت محطة البنى التحتية الرياضية سي عزيز داودة. ألا نقدم اليوم دليل وبرهان للجميع، لمن آمن بنا، لمن شك بنا، أن المغرب قول وفعل. الوقت اللي كان بأمام سيدنا الرئيس وتلقى شعار الرباط عاصمة الأنوار. حقيقة لما كنا تصورنا معنى عاصمة الأنوار، يمكن كنا نتصور بعض الأنوار يضافوا بعض الأنوار في الشوارع في كذا، ولكن ما كنا نتصور ما معنى مدينة الأنوار. اليوم حقيقة مدينة الأنوار، إذا كان يعقوب منصور
تخيل مدينه، اكبر مدينه في العالم، اجمل بصومعه حسان كذا، محمد السادس انجز هذا الشيء. لان اليوم اللي تنشوفوا في الرباط شنو تحدث، بغض النظر على الجماليه وعلى النظافه وعلى كل ما الملعب اليوم تنشنوا الملعب، ولكن في الاسابيع القليله المقبله سيدشن المستشفى بالمسينه. صحيح. معلمه طبيه كبيره، يعني مجمع طبي، مدينه طبيه وسط مدينه الرباط، بالمجمع اللي حداها ديال مؤسسه محمد السادس، قطب صحي كبير. لما تنشوفوا الصومعه مبنيه على نهر ابي رقراق، يعني شيء لم نكن نتصوره يعني في مدينه المسرح. حقيقه مسرح يعني مؤهلات الرباط الان لم تتمثل فقط في ساكنه الرباط او في اداره الرباط او في كذا، فتتبان في مؤهلات الرباط ومعالمها. نعم. لان هذه معالم حقيقه اللي التاريخ سيشهد بها. ارض هجينه اولا، قادره على استيعاب المتغيرات المناخيه، شاشات عملاقه للمتابعه الجميله، منصه صحافه ولا اروع، غرف للإنتاج والإخراج والتصوير للشركات العاملة على نقل البطولات العالمية التي سيحتضنها هذا المركب، مقصورات للضيافة على أعلى مستوى تتواجد ربما أو لا تتواجد حتى في جل الملاعب العالمية بهذه المقاييس، أيضا فضاءات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائنا وبناتنا. لم يترك أي شيء للصدفة سي عزيز. ما نظنش واش لكن كل من سيلج الملعب سيكتشف. صحيح. يعني سيكتشف أشياء كثيرة، الكاليتي يعني جودة المقاعد. لما تشوف المقاعد كيفاش محطوطه يعني جوده عاليه يعني جدا، هذه ولا في قاعات السينما موجوده. لما تشوف الشاشات داخل المستودعات، يعني حقيقه شيء غريب جدا. ممارسه تبين لنا ما معنى ملعب من الجيل الجديد. نعم. سي مصطفى، شاهدت اكيد الصور والتقرير الذي تحدث عن مواصفات هذا الملعب وعدد